ازيكم عاملين ايه؟ متابعي قناة مستر فورتين، معاكم النهارده محمد عمر من قناة مستر فورتين عشان نتكلم عن ماتش الزمالك والمصري. مبروك 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 مبروك، مليون مبروك لكل الزملكاويه في كل مكان. ماتش مهم وماتش صعب وثلاث نقط مهمة جدا في مشوارنا في الكونفدرالية. بس في شوية حاجات عايزين نتكلم فيها عن الماتش. مبدئيا انا مش مبسوط خالص خالص بالاداء اللي احنا كنا بنأديه. كنت متوقع ان الاداء يبقى افضل من كده، بس احنا عندنا شوية مشاكل نقدر ان احنا نحلها لما الغيابات ترجع ولما اللعيبة المصابة ترجع وشوية تظبيط من مجلس الإدارة في صرف المستحقات للعيبة. الدنيا هتبقى تمام بإذن الله. الزمالك النهاردة فاز، الزمالك تصدر برغم كل الظروف وبرغم كل الأزمات وبرغم كل المشاكل اللي عندنا، برغم اللعيبة التسع لعيبة اللي غايبين عن الماتش، التسعة الأساسيين اللي غايبين عن الماتش، برغم المشاكل والعشر ولا 11 قضية المرفوعة على النادي، برغم ال30 لاعب اللي في الفرقة اللي في منهم أكتر من تلات أرباعهم ما أخدوش كل مستحقاتهم، ومشاكل إيقاف قيد ومشاكل صرف مستحقات ومشاكل من كل حتة بتحوط النادي. بس الحمد لله هيفضل النادي ده له جينات كده إن هو نادي كبير. الزمالك هيفضل نادي كبير بمزاجك أو غصب عنك، بمزاج أي حد أو غصب عن عين أي حد. الزمالك نادي كبير وهيفضل نادي كبير. التيشيرت لوحده، هفضل مصمم على الجمله دي، التيشيرت لوحده ينزل يكسب. تيشيرت نادي الزمالك ينزل يكسب. لا تقول لي بقى ولا مصري ولا اسماعيلي ولا اتحاد ولا بيراميدز ولا اهلي ولا الكلام ده، مع احترامي لكل الانديه اللي انا ذكرتها دي. ماتش الزمالك بيبقى غير قدام اي حد، حتى قدام الاهلي وهو فايق وسكواده كامل ولاعيبته بالملايين وصفقات بالملايين وزيزو وبن شرقي وتريزيجيه وامام وكل دول، بينزل قدام الزمالك الزمالك بيبقى قادر ان هو يعدي الماتش. الحمد لله كسبنا وثلاث نقط مهمه جدا. الزمالك بدأ الماتش النهارده بتشكيل: محمد صبحي في حراسه المرمى، محمد ابراهيم باك يمين، احمد الخضري باك شمال، الونش وحسام عبد المجيد في سنتر باك، محمد اسماعيل ارتكاز، محمد السيد وادم قايد جنبه قدام، بزيرا يمين، شيكوبانزا شمال، وعدي الدباغ مهاجم وحيد. فضل الماتش كده، المصري مستحوذ، المصري بيهاجم، المصري اخطر، المصري ماسك كوره. هجمه المصري بتقعد وقت اطول من الزمالك، يعني المصري بينقل نقله والتانيه والتالته والرابعه ويفتح على الاطراف ويباصي في العمق ولاعيبه تتحرك ولاعيبه تتقدم، والكوره بتفضل معاهم دقيقتين ثلاثه على ما يروحوا يعملوا هجمه. عكس الزمالك في اول 30 دقيقه اللي كانت الكوره ما بتقعدش معاهم باصتين ثلاثه، بسبب ان انت عندك لعيبه ناشئين في الفرقه، لعيبه شباب في الفرقه. مش بس محمد ابراهيم ومش بس الخضري، لا، محمد ابراهيم لعيب ناشئ، الخضري لعيب ناشئ، محمد سيد لسه صغير ولسه ما بيلعبش، ادم كايد ما بيلعبش كتير ويا دوبك لسه بادئ يدخل القايمه، شيكوبانزا على الله حكايته يعني هنجيله في الاخر، بيزيرا مش شايف ومش عارف ازاي ده محترف وازاي ده برازيلي وازاي ده بياخد بالدولار وازاي ده معمول عليه كل الهمبكه اللي معموله دي. لعيب ما يستاهلش يا جماعه اللي انتوا بتعملوه دوت. لعيب عنده مشكله في دماغه. هو لعيب امكانياته عاليه قوي ولعيب مهاري قوي ولعيب الكره في رجله فعلا ممتعه. يعني اللي يقول ان الكره في رجله مش ممتعه ده عنده مشكله. اللي شايف ان بيزيرا ده مش لعيب ممتع ده عنده مشكله. بس هو لعيب عنده قصور ذهني بامانه يعني، ودي اكتر كلمه محترمه ممكن تتقال. لعيب عنده مشكله ذهنيه. انت خلاص ادركت وعرفت ان انت لعيب مهاري، وكل فرق الدوري خلاص عرفتك وكل فرق الدوري بتنزل مستنياك. العب السهل وخلص وسلم واستلم واتحرك. مش لازم انت اللي ترقص ومش لازم انت اللي تروح ومش لازم انت اللي تعمل كل حاجه، لانك هتتضرب ومش هتكمل معايا لاخر السنه. انت كده مش هتكمل اخر السنه من الاصابات. المهم فضل الماتش كده لغايه ما جت ضربه جزاء لشيكوبانزا في الدقيقه 30 او 31. دخل حسام عبد المجيد متخصص ضربات الجزاء في نادي الزمالك، نفذها بهدوء وبثقة وبثبات. وتقدمنا 1-0، ما لحقناش. بعدها بدقيقتين الحكم احتسب كرة فاول. مش عارف لو عرفت اعرض لكم الصورة بتاع ضربة الجزاء، قصدي لو عرفت اعرض لكم الصورة بتاعة ضربة الجزاء. كرة جاية في ايد محمد السيد وهو بيعمل وشه كده والكرة جاية له هنا، فاللي هو مش عارف يعني هو يودي ايده فين يا كابتن يعني. والحكم ده غريب قوي، اغرب حكم شفته في حياتي من يوم ما اتفرجت على كوره. اتفرج على كوره بقالي 20 سنه، ده اغرب حكم شفته في حياتي. لو اتنين لعيبه عاملين جامب ولاعيب خبط في التاني فاول، لو اتنين لعيبه بيحتكوا ببعض وواحد ادى التاني كتف فاول، لو لعيب وهو ماشي زعق للعيب بقى ايه يا كابتن؟ مش كده، انت بتموت الماتش وبتموت الريتم. مفيش كوره، ما تدي فرصه للالتحام ودي فرصه للناس تلعب.
حكم غريب وحكم عجيب وانذارات مجانا. كان في كرة في اخر الماتش محمد اسماعيل خد فيها انذار، هي فاول محمد اسماعيل، بس محمد اسماعيل بس قام اعترض خد انذار. وفي كرة ادم كايت خد فيها انذار مستحق مليون في المية، مش عارف انت خدت الانذار ده ليه. بوظت اللي انت عملته في الماتش بالانذار دوت. يعني انا زعلان منك بسبب الانذار ده، مع ان انت عملت ماتش مش هقول لك كويس، ماتش لحد ما معقول، بس انت بوظت الدنيا كلها بالانذار دوت. محمد اسماعيل هيغيب الماتش الجاي، ودي مشكله جامده قوي 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 لو ما لحقناش نتدارك. دونجا نزل النهارده واتصاب تاني. المهم المصري اتعادل بضربه جزاء سجلها صلاح محسن. هي ضربه جزاء، انا شايفها مش ضربه جزاء، انا شايف انها ما فيهاش حاجه. ممكن الناس تكون عندها راي تاني، بس انا شايف انها ما فيهاش حاجه خالص يعني. آه، كمل الماتش، الشوط الاول خلص المصري اقرب والمصري اخطر والمصري هيجيب الجون التاني. نزلنا الشوط التاني، كابتن معتمد جمال قدم له من هنا تحيه على جرأته ان هو يبدأ ينزل دونجا بدل، كان دونجا نزل بدل محمد السيد اللي مش عارف هو ده محمد السيد اللي بقاله 5 6 شهور ولا اكتر من سنة عامل المشاكل دي كلها عشان التجديد؟ هو ده اللعيب اللي عامل المشاكل دي كلها عشان التجديد؟ لا يا حبيبي، ما تجددش يا عم، هات عرضه وامشي. لو ده مستواك امشي، لو ده مستواك لا مالكش مكان يعني. المهم كملنا والزمالك بدأ يمسك نفسه واحدة واحدة، ونزل ايشو بدل الخضري عشان عنده انذار ومشيت الدنيا، والزمالك بدأ ان هو يدخل في الماتش واحدة واحدة لغاية ما جت كورة في دقيقة حاجة و70 ولا حاجة و80، 74 دقيقة 74 بالظبط. كرة ركنية ادم كايد لعبها، طلع محمود حمدي، ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يبارك لك. محمود حمدي حارس المصري يجي يمسك الكرة، وقعت من ايده، نزلت علاء الدباغي الفدائي حطها في الجون. هدف جميل جدا. وكان في كرة بعدها الناصر منسي لعبها حلوة قوي، كان نفسه تدخل جون لناصر منسي مش اكتر. وعندي بقى كام تعليق على كام لعيب كده هنتكلم عنهم. انا اولا انا مش راجل، مش بتاع فنيات، ومش صحفي، ومش لو انت جاي هنا مستني تكتيك ودول كانوا بيلعبوا كذا يبقى انت جاي في مكان غلط. انا راجل مشجع زملكاوي، بتكلم من قلبي على اللي انا بشوفه واللي انا بحس بيه زي اي زملكاوي في الدنيا. عندي بقى كام تعليق على كام لعيب كده. الاول هقول لك ان انا من وجهة نظري حسام عبد المجيد نجم الماتش. حسام عبد المجيد ومعاه محمد السيد. محمد السيد بيلعب بقلبه، بيلعب بروحه، بيلعب بحماس، تحس ان هو بيلعب في النادي ده بقاله 20 سنه. لعيب قلبه فعلا على الفرقه وخايف على الفرقه، بيحاول يعمل اي حاجه وبيموت نفسه عشان يكسب الفرقه. لعيب كورته حلوه، ولعيب اداؤه سلس، اداؤه ما يخوفكش، ما يوتركش، ما يعصبكش. لعيب ممتاز بامانه، اتمنى ان احنا نقدر نحافظ عليه لاطول فتره ممكنه. قليل قوي لما تلاقي مدافع في الدوري المصري بالكواليتي دي وبالجوده دي في الباص وفي التسليم والتسلم. ما بيتسربعش، ما بيستعجلش، الكرة ما بتتدربكش في رجله، ما بيخافش، جريء وعنده ثقة في نفسه حلوة قوي. محمد اسماعيل بالنسبة لي هو من نجوم الماتش بعد حسام عبد المجيد اللي سجل هدف، وكان هو اللي قايم بكل الكور العالية اللي بتتلعب علينا. ادم كايد لعيب كويس جدا 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 طول ما هو وشه للجون، طول ما هو رايح للجون وفي مساحة. وادم كايد عنده مشكلة ان هو رتمه بطيء، ادم كايد رتمه بطيء، فهو ادم كايد تحس ان هو بيلعب ماتش سلو موشن. يعني هو محتاج ان اللعيبه تبقى ابطأ من كده، ودي مشكله جامده جدا لازم ادم كايد يحلها، ولازم الجهاز الفني يشوف حل في المشكله ديت، ولازم يبدا يدي لاحمد حمدي فرصه. مش عارف ليه احمد حمدي نازل في الدقيقه حاجه و90 يعني. احمد حمدي بعد رحيل ناصر ماهر هو اللي موجود عندك، وهو اللي موجود. عبد الله سعيد حتى لو موجود هو مش هيقدر يدي اكتر من كده، مش هيقدر يدي سنتين كمان. فاحمد حمدي هو اللعيب اللي معانا ان احنا نقدر نبني عليه. حتى لو ادم كايد موجود، ادم كايد محتاج وقت ومحتاج تأقلم ومحتاج ان هو ينشف شويه، انا اسف يعني في اللفظ، ينشف كرويا. هو لعيب يعني مش عايز اقول طري، بس هو تحسه خفيف قوي في الالتحامات. احمد شريف مش عارف دخل الزمالك ليه، مش عارف خالص يعني. شيكوبانزا خلاص انا كشفت راسي واتجهت، اقسم بالله انت اغرب محترف انا شفته في حياتي. اقسم بالله انت عندك يا ابني مشكله في دماغك، انت محتاج تتعالج، وبعد كده نشوف انت هتلعب كوره ولا مش هتلعب كوره، ومش هتلعب في الزمالك. يا ريت يعني ما تمشي، يا ريت يا جماعه تمشوا الراجل ده، لان الراجل ده عنده مشكله في دماغه. راجل في منطقه الجزاء خاطف كوره وداخل يعمل واجب دفاعي، خلاص كويس انت خطفت الكوره وبتاع،
باصي بقى وابدا اجري على انت المهاجم وانت اسرع واحد في الفرقه وانت اللي هنبني عليك. لا ده هو عايز يرقص من منطقه الجزاء، لو اتخطفت عليه خلاص انفراد 2 على الحارس. فلا عنده مشكله ذهنيه، ويبقى رايح قدامه 3 بيزقوا الكوره فدان ويجري وراه. انت مستني ايه يا ابني؟ يعني انت مستني إيه؟ انت مش ميسي. ميسي ما بيعملش كده، مارادونا ما كانش بيعمل كده يا حبيبي، مفيش حد بيعمل كده. حتى لو انت شايف ان انت مهاري وهترقص، ما بتطولش الكرة كيلو كده وتجري وراه، مفيش الكلام ده. خوان بيزيرا يا ابن الناس، انت لعيب حريف، انت لعيب كويس، فيا ريت ان انت تسهلها على نفسك. مش لازم كل كوره ترقص واحد والتاني والتالت والرابع وتروح وتعمل وتسوي، وهتتضرب وهتصاب ومش هتكمل معاه لاخر السنه. مين تاني يا ربي كنت عايز اتكلم عن مين؟ محمد السيد، قلت لو ده مستواك لا فانت لسه عليك بعيد، مش هقول لك امشي، لسه عليك بعيد قوي، لسه بدري قوي. الونش قلقان منك يا ونش، مش عارف ليه قلقان من الونش حاسه مش هو محمود حمدي الونش اللي انا عارفه، اللي كان بيخش على كل كوره بقوه وبتاع. محمود الونش في كور بتقلش منه وفي كور بتروح منه. ايشو نزل في اخر ربع ساعه كان هيلبسني اسود. ايشو بيبيع نفسه وبيرمي نفسه على الكور، وفي كوره عدت منه في الاخر كانت واقع قلبي بتاعت منذر طمين في الدقيقه 96، ما كانش فيها الكرة ملعوبة من على الشمال، هو حب يعمل تاكل عشان يقطعها، عدت من تحت رجله، هو بره اللعبة واللاعب رايح انفراد. لولا حسام عبد المجيد كانت جون. حسام عبد المجيد عمل ماتش كويس قوي. محمد صبحي ما بثقش فيه، ما بثقش في محمد صبحي. محمد صبحي عنده مشكلة ان هو مطيور، حارس مطيور. محمد صبحي بيجي بيعمل حاجات غريبة بجد. انا ما يا ريت يعني نشوف حل. وبعدين بالنسبة لمحمد صبحي ومحمد عواد، انتوا الاتنين يعني يا جماعه يا جدعان، اللي فيكم مش قادر يبقى موجود للزمالك تحت اي ظرف، لو مين اللي بيلعب هو يقعد له دكه، امشوا انتوا الاثنين. مهدي سليمان يطلع يقف، ومحمود الشناوي حارس تاني وراه، ما عنديش اي مشكله. اصل انت لا انت اوليفر كان ولا انت ايكر كازياس، فهتعملوا لي وجع دماغ وتعملوا لنا صداع. روحوا يا جماعه روحوا، هي كده كده مش ناقصه. احنا ما عادش عندنا حد غالي ان احنا نبكي عليه، اغلى منكم انتوا الاثنين 100 مره، وبطل ومشي وسابنا ومشي، فمش هتيجي عليكم. مش انت مش محمد صبحي او مش محمد عواد اللعيب اللي انا هبكي عليه ان هو مشي. لا لا خالص، اللي مش قادر يبقى موجود في الزمالك بظروف الزمالك وبرغبة الزمالك وبنظام الزمالك يمشي. عودة دباغ لعيب كبير قوي، بس محتاج برضه عودة دباغ محتاج ان هو يعني مش عارف اقول ايه، بس عودة دباغ فيه كور بحسه تقيل فيها، محتاج ان هو يخس شوية، ومحتاج ان هو يبقى اسرع من كده واخف من كده وارشق من كده شوية. ناصر منسي عمل كرة حلوة أوي في آخر الماتش، كان نفسي إن هو يجيبها، وكان نفسي إن ربنا يكرمه فيها، يعني كانت هتفرق معاه أوي. مين تاني؟ كان في حد تاني عايز أتكلم عليه بس مش فاكر. محمد إبراهيم لعيب كويس أوي أوي أوي، لعيب مستني منه كتير. مش عايز أقول كويس عشان ما نبقاش بننفخه يعني، بس هو لعيب هيجي منه كتير يعني بإذن الله. هو بالنسبة لي هيبقى أحسن من عمر جابر كمان. بس تعالوا بقى نتكلم في الطبيعي، في الوضع اللي احنا فيه. احنا دلوقتي 8 نقط، احنا اول المجموعة، ورانا المصري 7 نقط، وراه كايزر 7 نقط. فاحنا كده اول، والماتش الجاي هنلاعب زيسكو اللي خسرت من المصري وخسرت من كايزر بره وجوه، فلازم نكسب زيسكو عشان نأكد الصدارة ونأكد الصعود. لازم ماتش زيسكو ده نكسبه، بعد كده هنلاعب كايزر في مصر. فبالنسبة لي الزمالك حط رجل في طريق الصعود. محتاجين بس اللعيبه اللي هترجع. عندك بنتايج هيرجع، عندك فتوح هيرجع، عندك عبد الله هيرجع، دونجا لسه هنشوف، احمد ربيع هيرجع، محمد شحاته هيرجع، محمود جهاد هيرجع، عمرو ناصر هيرجع. مين تاني؟ بس هما دول اللي معانا، وفي كام ناشئ ممكن تصعدهم وتشوفهم. ممكن تشوف انس وائل، ممكن تشوف يوسف الفرنسي، ممكن تشوف محمد حمد. في كام لعيب كده ممكن تشوفهم يعني يدوا تقل يدوا تقل لسكواد الزمالك. ربنا يكرم وربنا يسهل في اللي جاي، وباذن الله نقابلكم في انتصارات جايه كتير. ما تنسوش تتابعونا بلايك وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الجديد اول باول. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم في كل مكان، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. كان معاكم محمد عمر من قناه مستر 14. سلام.